لا، احنا كده اعتقد ان احنا لايف ان شاء الله. اه انا اعتقد كده كمان. تمام تمام. آه هنشوف بس اذا كان الناس شايفانا او سمعانا. يا ريت الناس تطمنا. النوتيفيكيشن جت اهي انه احنا بدأنا. حلو قوي. يا اهلا يا جيمي، كل سنة وانت طيب. اهلا اهلا. اهلا بيك، رمضان كل سنه وانت كريم. طيب. ربنا يخليك يا منى، كريم عليك يا رب، على كل الناس اللي معانا. امين انا يا رب. بس عايز اعتذر في الاول لان انا عندي برد. ف يعني بعد الشر ممكن عليك. تلاقوني، ربنا يخليك يا رب، هتلاقوني ايه غيبة طويلة صوتي بقالنا مش هو. كتير. بالظبط. انا نفسي افتكر اخر لايف عملناه سوا كان امتى، بس بقى لها فتره كبيره. اه طيب، يعني ان مش عايزين نتأخر على بعض وما تتأخرش علينا. شاء الله يا حبيبتي، ان شاء ان شاء الله. الله. آه، انا مش عارفه مين معانا، بس يعني يا ريت لو حد معانا بس يطمنا على الصوت ان كل حاجه ماشيه كويس. آه، بالظبط. لما كنت بتكلم انا وجيمي، او جمال ثابت، وانا طبعا بقول جيمي لانه ببقى حاسه انه احنا يعني عيله واحده والناس عارفانا بالظبط. وعارفين مين جيمي ومين امل. also جمال known as ثابت. Jimmy. جمال ثابت، يعني أنا أحب دايما إن أنا أعرفه إنه يعني الصديق والأخ والغالي يعني. ربنا يخليك يا آه، أم. جمال ثابت كاتب ومخرج مسرحي ومدرب تمثيل عظيم. هو عايش ربنا في يخليك. أمريكا من سنين طويلة جدا جدا. الحقيقة إنه مش بس كاتب ومبدع وفنان، لكن أنا دايما بتملي لما بتكلم معاه. وده رأي ناس كتير قوي لما بتتكلم مع جمال، لأنه دايما بيشوف الحاجات من وجهة نظر مختلفة تماما، فلسفية، إنسانية، روحانية، صوفية. آم، فأنا حاسة إنه يعني يا رب ينعم علينا كده بفضله ربنا يخليك يا بكلام أم. مفيد. وده موضوع اللايف النهارده. وكنت بتكلم انا وجيمي وبنقول طب احنا هنتكلم عن ايه، طب اللايف عن ايه. فجأة قال لي انا صاحي نايم وحاجة واحدة هي اللي في دماغي، اللي هي مم. اللي هي ايه بقى؟ قول انت. الكلمة. 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 مم. وانا قلت لك يا جيمي انه انا كمان حاسة ان انا في فكرة كده في دماغي، انه فكرة اللطف. فرحنا مم. دمجين الاتنين مع بعض وقلنا انه لطف الكلمة، انه الحقيقة انه اللطف مش حاجة بعيدة عن الكلمة. يعني هو لما الكلمة تبقى لطيفة الحياة كلها تبقى لطيفة، والعلاقات تبقى حقيقي. لطيفة، الدنيا تبقى حقيقي. لطيفة، وأرواحنا تبقى لطيفة. أم، انت الكلمة بالنسبة لك او الكلمة اللطيفة اللي هي ايه يا جي؟ انا هقول لك على حاجه عجيبه. والدي الله يرحمه قالها لي وانا صغير جدا، كان يمكن 12 سنه او 13 سنه. قال لي في حاجتين لما بيغادروا الجسد ما بيرجعوش. امم. واحده ما عندناش تحكم فيها، وواحده عندنا تحكم فيها. امم. الكلمه والروح. امم. الروح لما بتغادر الجسد ما عندناش تحكم، لكن امم. الكلمه عندنا تحكم. فاعرف ان لما الكلمه بتغادر الفم ما بترجعش. امم. اكون حريص، وده عمل عندي حاله ساعات من حالات التردد، ان انا مش هقول رايي، يعني التردد ان انا اعمل رد فعل. امم. فترات كبيره جدا في حياتي، وعملت ازمه بيني وبين صحابي لما قعدوا فتره مش فاهمين انا حاسس بايه تجاه اللي بيقولوه او الموقف، او حتى لما اتنين مختلفين مع بعض يجوا يحكوا لي كل طرف على حده، ما بعرفش اأيد، ما بعرفش اخد موقف، لاني ببقى عايز استوعب الكلمه واخاف الكلمه اللي تطلع مني تبقى غير مناسبه للموقف، فبقعد استوعب. فهم ده الترجم عندهم ان انا مش واخد موقف معاهم، يعني ياه. يجي هي. يجي يعني ايه وبي مختلفين، فايه يجي يشتكي لي واحنا ثلاثه اصدقاء مشتركين، فايه يجي يحكي لي، فاقعد اسمع اسمع اسمع. وبالفعل انا متعاطف جدا وفاهم جدا وحاسس جدا، بس مش عارف، خايف
اقول مجموعه كلمات يعملوا انفعال انا مش قصدي، واخاف لحظته الانفعاليه نفسها تترجم كلامي بشكل مختلف، لان ممكن اقول له رايي دلوقتي كمان يومين 3 هيستوعبه بس مش هيستوعبه دلوقتي، فيعمل رد فعل قد يكون معادي للي انا بقوله، فاحنا انا وهو نختلف. فقعدت فتره في حياتي مش عارف الاقي ردود سريعه، والناس ساعات بتبقوا عايزين منك رد حالي. بس ده اني ده ده دلوقتي معطل، يعني ده ما هو معطل طبعا، شويه، انه ما فكره هو ده الكلمه عمل كمان تبقى محبوسه، دي حكايه عمل مش عندي ما لذيذه. هو عمل عندي تعطيل بالفعل. امم وبعدين دخلت في مرحله تانية ان انا بقول الجمل جوايا قبل ما اقولها للناس امم الحوار واحسها جوايا. الداخلي. اه. ايوه، فاقول لا معقوله. وبعدين مرحله بعد كده لقيت ستايل جديد ان انا باخد من كلامهم كلمات امم واعيد صياغتها عشان اقول رايي، فيبقى رايي مدغم في رايهم او رايي متلحف باحساسهم، فمش غريب عنهم. امم يعني حتى ساعات ده بيحصل في الحوارات التلفزيونيه، يعني يقول لك هاخد من كلامك كذا واعمل واقول ف صحيح. وبعدين اخيرا توصلت لانه انا الشيء الضامن لانه كلامي هيتفهم هو ان انا ارد على روح الكلام مش الكلام، امم ان انا اتواصل مع روح الكلمه لا، مش اشرح لي الكلمه. شويه اشرح لي بالراحه كده، قول اه لي ايه روح الكلمه دي. يعني الكلمه في حد ذاتها هي جسر للمشاعر، يعني هي جسر المشاعر بتعبر عليه عشان توصل للاخر. امم القله في الدنيا هم اللي بيعملوا كوميونيكيشن مع مع اللا كلام، قليلين قوي اللي مش محتاجين انك تتكلمي عشان يتواصلوا معاكي. فاغلب امم الناس بتستخدم الكلمه كجسر لنقل شعور ما. امم فانا بدات الاقي من غير تدريب حتى الاقي نفسي برتبط بروح الكلمه مش بالكلمه. يعني في حد ممكن يجي يعاتبك بس نوع عتابه حاد، امم فيبقى حد عليكي لانه انت وحشاه. في الاول كنت الحده بتؤلمني وبرضه ما بعرفش ارد، وبرتبط بالحده مش بالسبب اللي ورا الحده، مش بالروح اللي ورا الحده. امم فبدات ارتبط بروح الكلمه مش بالكلمه. هو مش محتد، هو امم حبيبي بدل ما بيقول انت وحشني جدا 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 بيشتمني على ان طب ما انا ليه ارتبط باللفظ بالكلمه اللي فيها قد تحمل حده؟ لا، طب ما انا اشوف بس الاحساس اللي ورا كمان الكلمه. صوت الكلمه، صوت الكلمه. ما هو التون طبعا. ايوه، طبعا. النبره. طبعا عشان كده مرتبط حتى لما بنقول الواحد يسمع حسك، يعني الواحد الحس، الواحد بيحس الكلمة قبل ما اه يشوف معنى الكلمة نفسها، بيحسها وهي طالعة ب... كطاقة وكفايبس. وعشان كده في ناس ممكن يقولوا لك كلمة فتبقى عادية جدا ولطيفة على قلبك، ولكن مهم. ممكن شخص آخر يقول نفس الكلمة كلمه بالظبط. وتحتملها وتحس إن وراها معاني تقفلك، يعني تقفل اليوم. احنا كمان اتغيرنا، يعني احنا كنا زمان بنقول على المطرب فلان ده حسه حلو، يعني الناس كانت زمان مم. بتقول على عبد الحليم حافظ يا ده حسه حلو، مم. وكلنا فاهمينها على انها صوته، في حين ان المعنى حسه. ايوه، ايوه، صح. كلنا يعني انت بتقول لحد زمان حسه حلو هو فاهم ان انت قصدك ان صوته حلو. ايوه، دلوقتي مظبوط. بقينا بنقول صوته حلو، صح. او بقينا نقول على الممثل ده شاطر. خلاص ما ايوه. بقتش ابتعدنا عن الروح لانه عايزين نختصر المسافات بشكل امم سطحي، فما بقيناش نقول كده. فبالفعل لو الواحد قفش في روح الكلمه هيوصل لمعنى اعمق وهيوصل للمعنى الحقيقي اللي ساعات المؤدي على الطرف الثاني ما بيعرفش يشرحه. امم هو الانفعاله بتطلع في كلام مش مقصود، لكن روح الكلمه في حته تانية. فلو احنا قفشنا شويه في روح، فبدا الموضوع ده يسهل عليا الردود، فبقيت بدل ما اوكي. ارد على على الكلام بقيت اطبطب على الروح بتاع اللي جاي لي بس اللي دي بيشتكي لي. عمليه مش سهله، ومش يعني محتاجه قدرات كده، ما هي خدت من معرفش انها. الواحد مراحل. مش ما اي حد خدت يقدر يعمل الحكايه دي. خدت من الواحد مراحل وعايزه تحمل وعايزه صبر ان انت تلغي الايجو. يعني لما ايه يجي يشتكي لي من بي، فبقى في الاول لما ما كنتش عامل رد فعل فايه يغضب
لا دلوقتي بقيت خلاص اصلا لما يجي يشتكي لي من بي انا قافش في روح شكوى ايه، ولو لمحت فيها ان هو لانه بي وحشه او بي ما توقعش منه كده، بمسك في الاحساس ده. إمم. فمهما قال من كلمات نيجاتيف على بي انا ما بسمعهاش، ومش مضطر ادافع عن بي، انا قفشت في الم ايه اللي بيقوله وبيعبر عنه، إمم. فبرد على الالم مش برد على الكلمات. انت فاهم انا اقصد ايه؟ انا عارف أ ان المساله صعبه جدا، هي مساله جدًا مركبه لأنها كمان. process، يعني هي وكأنه في إجراء أنت مم. بتعمله جوّه مخّك، تدريب عقلي وذهني ونفسي كمان، ان إنك انا أنت بلغي نفسي، انا تتجاوز بلغي معاه، الذات. تتجاوز اه اللفظ نفسه بالظبط، وتسمع ما لان وراءه. الالفاظ، إمم. الالفاظ قويه. يعني انا مش هخش في عبد الرحمن الشرقاوي الاستاذ العظيم في الكلمه والمونولوج الهايل، لا الكلمه بتهدم، والكلمه بتبني، والكلمه طبعًا. بتحرق، والكلمه بتعذب، والكلمه بترطب، والكلمه بتحتضن، والكلمه بترفض. لا الكلمه شيء مهم، شيء إمم. مهم. يعني الاديان كلها ممكن توصفيها بانها كلمات في كتب مقدسه، صحيح طبعًا، ولكنها طبعًا. تعني، يعني ادم اتعلم كلمات، إمم. مش كده في وإنك الاول. تقدر تعمل ده يا جيمي من غير ما تبقى بتعمل عبء على نفسك. يعني ممكن اللي انت بتقوله ده انه الواحد يتجاوز عن الالفاظ والكلمات نفسها، كمعنى اللي مم. هو اللي بيوصل اول طبقة كده الواحد بيلقفها من الاخر، اه ويحاول يبرر او يفلسف عشان يفهم ما وراء الكلام ده. بس اه اوقات الواحد لما بيعمل ده هو ممكن يبقى ضاغط على نفسه وجاي على حقيقي، روحه، و... حقيقي. وده برضو مش صحي يعني. مم. وده نوع من انواع الكتمان اللي ممكن يبان في ظاهره انه نبل وانه تجاوز وانه تكبير دماغ وانه يعني بالمعاني دي كلها، مم. لكن هو مم. على مستوى تاني هو اذى للنفس، لانه هو زيه زي عدم التعبير والكتمان، هو ان انا بشيل شيلة مش بتاعتي، ان انا بحمل نفسي طاقة كلام مؤذي بالنسبة لي. فالمعادلة هنا صعبة قوي، ما احنا اه بني ادمين يعني انا هقول لك عايزين. على حاجه. انا في صديق عمر يعني بعشقه وعشق، في احد المرات قال لي انت قليل الادب كده اوكي. في وسط الكلام، قال لي انت قليل الادب. فانا خدت ده ما نفس يعرفكش عميق خالص، كده. ده ما تقولش ده صديق عمر. ده والله وشخص ده منين جميل. جابها دي؟ اه فانا يعني خدت نفس عميق قلت يا الله ايه ده لفظ. بس انا لاني عارفه وعارف روحه، اتضح في اخر الكلام ان هو انا ما بسالش، وهو بيفتقدني جدا، فانا قليت ادبي في حبي وحبه ليا. شوفي الفكره، مش قليل ادب بمعنى ان انا قليل ادب. امم. طب انا لو كنت قفشت في الكلمه بقى، هي كلمه توجع يعني تخليك تقفلي السكه اصلا، امم. لكن انا هديت لان خلاص بقى انا دربت نفسي على كده، وخلاص بقى كل واحد على فكره. انت برضو لو عملت كده هتلاقي اغلب الناس اللي بتتعامل معاهم ليهم باترن في الغضب، باترن طبعا في طبعا. التعبير. انت خلاص بتحفظيها، يعني فلان يخبط لما يزعل وخلاص امم. تحتضنيه يدوب وخلص الموضوع، وفلان ينزوي جانبا، وعلان بيعمل النيجاتيف اجريشن ده، اللي بيعمل اللي هو او ما بيعملش حاجه بس هتلاقي باترنز. فانت لو عرفت الباترن بتاع كل واحد خلاص انت داخله في الحوار عارفه تتوقعي ايه. مؤلمه، بس في الاخر انا بتصور انها اكثر انتاجا من ان انا اقفش في الكلمات. ما هو هنا بقى ده بيحطنا في الحتة بتاعت الوعي، ان احنا نبقى طول مم. الوقت في حالة يعني يقظة كده وصحصحة، انه نختار. هو احنا هنختار ما بين ان احنا ننتصر في مناقشة ما فتبقى الكلمة بالكلمة ومين اللي يكسب الجدال يعني، اه ولا بننتصر للشخص وللعلاقة يعني. هي دي بقى، دي نقطة مهمة جدا. يعني أنا يعني وصل لمرحلة إنه كل واحد كأننا موظف في بنك وكل واحد داخل عليا ليه رصيد ما في البنك بتاعي، فأنا مش هاتعامل مع اللي ما عندوش رصيد بنفس طاقة الاحتمال بتاعة اللي عنده رصيد عالي في البنك، وازدهار البنك وبالتالي مرتبي وبالتالي حياتي مرتبطة بالاكونت بتاع الراجل ده.
لا الناس مش سواسيه، في ناس تتحملي منهم كده، وفي ناس لازم تقفي، وحتى اللي بتتحملي منهم ما هو ممكن الواحد يتحمل لكمه واحده او اتنين، لا لما بيبقوا ايوه. 10 غصب عنك بتضطري تقولي لا هولد اون، ده لا يعني نهدى كده على نفسنا، وارجوك تعالى نفسر الكلمات وشوف الكلمه دي تستحق، الموقف ده يستحق الكلمه دي ولا لا، ولكن بصدق الكلمات. يعني انا حتى بلاحظ انه اغلب الفلاسفه الكبار لما بييجوا يتكلموا في بطء في الكلام، يعني بيبقى مم. متردد انه يقول الالفاظ، لانه عايز يختار الالفاظ بدقه عشان ما يتفهمش غلط، لانه فهم قيمه مم. الكلمه، لان مم. فعلا سحب الكلمه صعب جدا. يعني انا لاحظت في مناقشات اغلب الناس يقول لك لا 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 انا اسحبها دي، انا اسحبها، تلتين المناقشه عمال بيسحب في كلام. طب ما انت لو ركزت قبل مش هتضطر تسحب، ايوه. لان حتى سحب الكلام ده مش هيخفف من وطء الواقع اللي الكلام عمله. انت مم. بتنقذ ماء وجهك انت شخصيا لما تقول بسحب الكلام، مم. لكن الالم وقع على الطرف الثاني. فبالفعل الكلمات ما هي الا آم، جسور المشاعر بتعدي عليها، فعايزين بجد ندرب نفسنا على انه آم، نختار الكلام، بس نبقى رفقاء بالكلمه، لانها بالفعل ملهاش لازم، يعني ملهاش ذنب، الكلمه ملهاش ذنب، احنا اللي بنختارها في الوقت الغير مناسب، واحنا اللي بنستعملها باحساس وقصدنا احساس تاني، انما الكلمه بريئه من استخدامنا ليها اساسا. أم، هو ده كمان يا جيمي، يعني ده حقيقي، بس هي الفكرة انه اوقات ده ممكن يعمل خلط ما بين حاجتين، ما بين انه مم. الواحد يبقى لطيف في كلمته يعني او في كلامه، وبكل ما تحمله الكلمة من زي ما انت بتقول ان الواحد يتحمل ويجي على نفسه في اشياء او مع ناس للحفاظ على علاقات، وما بين انه تبقى حاطط الحدود اللي تحميك. اه يعني ما هو هنا في فخ ان انا ابقى لطيف، وفخ ان انا ابقى مستباح اه لا الاستباحه تحت دي مظلة مم. اللطف، علشان برضو الناس تبقى يعني معانا على نفس البيج يعني. اه بقى، بس هي الفكره انه مسبقا انا عارف انا بقف في انهي حدود. يعني في حد ما يقول كلمات مؤذيه وهو في حضني، غير الحد اللي بيقول وهو واقف على الباب ما دخلتوش، غير الحد اللي دخلته وقعدته وما عملتلوش شاي لسه. العلاقات ليها سمات. يعني في ناس انا اوريدي في حياتي مدي لهم كارت بلانش، انا في ناس اوريدي في حياتي روحهم في حضني، فمهما قالوا حضن هيستوعب. انت مم. ف... وفي ناس لا معلش انت لسه واقف على الباب، فارجوك احترم ان انا لسه ما دخلتكش الليفنج روم عشان اعمل لك شاي، او ايوه. انت دخلتك الليفنج روم بس لسه ما سالتكش تشرب ايه. فده اللي مفهوم. بيعمل استباحه بقى، لا انت مالكش، يعني مالكش هذا القدر، ما عندكش الكريدت ان انت تتكلم بالطريقه دي. ومع ذلك برضو انا مش عارف، يعني هل الواحد عنده تسامح زياده عن اللزوم ولا مش عارف، بس انا بصدق لما ده بيحصل بقول مش فارق، يعني هو مش فارق. ما يمكن انا ربنا عاملني في اللحظه دي اتلقى شحنه سلبيه وخلاص، والشخص ده يكون تخلص من الشحنه السلبيه، هو انا طول اخلي حد يتخلص من الشحنه السلبيه اللي عنده ومش هتاذيني وخلاص وسلام سلام. يعني اه، ساعات ما هي بفكر هنا كده. مشروطة، اتحمل او اتلقى الشحنة السلبية دون ان مم. تؤثر عليها الشحنة السلبية فتجعل ايوه هتخليني انا شخص مش تمام او مش كويس او حاسس احساس بالظبط. في ضغط يعني. وهنا دي انا بحسها، وانا دايما حتى بقولها لك يعني، ربنا يجعلك دايما نموذج للخير، لكن انا ربنا يخليك يا رب. لا لا ده في لا، بقولك انت يعني مش مثلا مقياس يعني. انت مش مقياس ربنا بس يعني. يخليك يا أم. ربنا يخليكي. يعني احيانا مثلا حد يبقى سايق ورايا لازق فيا، يا سيدي ارحمني السرعه 25 ميل انا مش عايز ازود، انا بيجي لي تيكتس والى اخره. فساعات اول ما يبدا احساس الغضب ان انا هفضل سايق ببطء وانت تتحرق، او ما يمكن مستعجل، ما يمكن هو انا ما اعرفش حاله، ما تبدا يمكن عنده فعلا. تبرر له. مم. ما يمكن بالفعل هو مزنوق في حاجه. انا طب ليه بدل ما اكون انا احد وسائل تسهيل الامور عليه، ليه ابقى انا احد وسائل ان انا اضيق الامور عليه؟ ما هي دايره، لو سهلت عليه الامور حد هيجي لي في لحظه يسهل عليا الامور، فاروح راكن على اليمين واخليه يطلع مثلا. ما ايوه. بتحصلش كل مره، ولكن الفكره دي انه
فلان اللي قال قليل الادب ما كانش محتاج غير انه وحش حضني مثلا، مم. 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 وحصل بكاء بعد كده وحصل اعتذارات وحصل حاجات مم. وعايز اقول له انت انا اصلا عاملتك زي ما ام كلثوم بتقول اوريه الملام في العين وقلبي على الرضا ناوي، يعني انا اصلا وانت بتقولها قلت يا ده لفظ قوي بس اكيد وراه انفعالها اقوى. وهو ده وراه اللطف. يعني هي الحته هي اللي دي انت بقى. قلتها دي، انك مم. تفلسف الحكايه او تبص لها بمعنى مختلف في مم. لحظتها، وتتجاوز عن رد الفعل الانفعالي التلقائي مباشره، ويعني وتفترض حسن النيه لانك عارف هذا الشخص يعني بالظبط. له هي رصيد زي ده. ما انت كنت بتقول. هو مم. ده تحديدا اللطف. تعرف يا جيمي، انا كنت يعني بدور تحديدا عن المعنى اللغوي للطف، لكلمه انا لطف. حاولت اعمل كده بس قلت مش عايز ازنق نفسي في الحكايه دي، تصدقي انا قبل بس ما كان عندي نطلع على فضول الهوا. يعني، لا انا عملتها الحقيقه. ارجوكي قولي فلقيتها لانه يعني. حاجه يعني هو التعريف او التفسير بنفس معنى اللطف، اللي هو الدقه والرقه مم. والخفه والاحسان الخفي. فالاحسان الله ده الخفي جميله دي كانت قوي. بالنسبه لي مفاجاه، يعني الدقه انا اول مره اسمع. والخفه كلها متماشيه جدا مع كلمه اللطف. لكن الاحسان الخفي حتى باسم الله اللطيف، ان ايوه اللطيف كنت لسه هو اقول كفايه الاسم ده. يحسن الى العباد، هو الاحسان الخفي لطف ربنا. السر فالاحسان الخفي هو ده اللطف اللي الواحد يبرره، مثلا لما يلاقي حاجه اوكي. سيئه. يا فالاحسان الخفي انك في شيء ما حصل بينك وبين نفسك، فانك تبرر لصديقك يعني شتمك او انت مش معتاد منه على انه يقول لفظ كده، انه في حاجه فيها احسان، فيها حاجه طيبه ورا الكلمه، ورا الاساءه. ده وده معنى طبعا جميل. انا يعني انا ما استوقفني ركزتش جدا. بس. بس فعلا ما انت لما تفكري فيها تلاقي كانها الحسنه المخفيه، اه. زي ما الاستاذ عبد الهادي العربي كان بيقول لنور الشريف في العار، قال له دي الحسنه المخفيه لما اه. الست جت وما معاش فلوس وكده. ف ليه بقى؟ لان ساعات بيحصل انه يكون في رصيد ضخم في العلاقه وبضع كلمات تدمره، بضع امم. كلمات في لحظات بتدمره، لان ما حطينا الرصيد ده على جنب كانه هو مش جزء من العلاقه، وشبطنا في الكلام امم. واختلفنا في الكلام، والكلام بيجيب كلام والسلبيه بيجيب سلبيه. لما الطاقه السلبيه بتتلحف في الكلمه خلاص بتاخدها وتطير بيها، امم. وانت مش مركزه انه الطاقه السلبيه هي اللي بتقود، اصبحت هي اللي بتقود. وبعدين بديعه كمان في الكلام، الطاقه السلبيه دي كمان بديعه في الكلام، بتلاقي نفسك بترص في كلام سلبي وكلام هدام، وانت ركبتي الحصان الاهوج بتاع الطاقه السلبيه وعماله بتخرجي في كلام سلبي. امم. بتيجي في لحظه تلاقي انك هديتي جسور كانت مبنيه بشكل عظيم، لا لشيء الا لان انت ما حطيتيش هذه الجسور والتاريخ العظيم في الاعتبار اثناء القاء الكلام. امم. والمتلقي على الناحيه الثانيه ما حطش في الاعتبار برضه هذه الجسور والعلاقه العميقه وشبط في الكلام. فعلى امم. قد ما الكلمه عظيمه، على قد ما التوقف عندها في بعض الاحيان بيكون خطر. امم. انه لازم نشوف وراء الكلمه. يعني التاريخ امل عندي لما تقول كلمات، لا ما هي الكلمات دي لازم تكون لابسه ثوب العلاقه وتاريخها ايا كانت. لا بس انا كلامي لطيف على طول معاك يا جيم. طبعا طبعا حقيقي طبعا. بس عايز اقول لو التواضع، يعني التواضع. لا والله لا وانكار الذات. لا حقيقي يعني حتى لو جت لحظه، ازاي ما هي ده بقى دي بقى اللي انا بستغرب لها. ازاي انا بفصل امل بتركيبه امل بتاريخي مع امل عن الكلام اللي زعلني من امل دلوقتي؟ ما كلهم مع بعض، مم. كلهم مع بعض. فانا ازاي؟ وليه احنا لما يكون حد جديد علينا وبيقول كلمات فيها اطراء بنتقبلها على طول ونطير بيها وفرحانين؟ الشخص ده ملوش اي تاريخ بس بيقول كلمات. ليه؟ لانه ارجع واقول الايجو، الانا، الذات التي لا تشبع من ملء الذات، ملء الذات.
فلما يجي حد جديد علينا ما نعرفوش بلا تاريخ ويقول كلمات فيها مدح بنفرح بيه جدا وفجاه نحطه في مكان كانه نعرفه من مليار سنه لانه غذى الذات. بس هنا بقى كمان يعني اللي انت بتقوله مظبوط جدا، وكلنا بنبقى محتاجين الكلمة اللطيفة والطيبة واللي تطمنا، بس ليه الكلمة السيئة بتثبت أكتر في الذاكرة؟ الحقيقة إنه يعني دي بقى حاجة علشان برضو نبقى يعني ما بنقولش حاجات بره دايرة الإنسانية. هو إحنا مخنا يعني متبرمج على إنه ياخد الحاجات اللي فيها كلمات سلبية على إنها ممكن تبقى تهديد، ممكن تبقى يعني بتمثل خطر عليه، فبيبدأ يهجم على طول، بيبدأ يعمل رد. كديفنس. بالظبط، بيبدأ يعمل رد الفعل ان انا عايز احمي نفسي. وعلشان كده حتى يعني في يعني حاجه اللي هي الانحياز السلبي، ان احنا طول الوقت بننحاز ان احنا نفتكر الكلام السيء، رغم انه نفس الشخص قال لنا كلام لطيف ومعاملته لطيفه في حاجات كتير بالظبط والى اخره ورصيده يحتمل، بس اول ما تطلع منه هفوه نهبش فيه. او يعني ما ده بيدل برضو على انه ممكن يبقى الشخص انسكيورد او مش حاسس بالامان او متهدد او حاسس بخطر ما. فاول ما تطلع كلمه يعني فيها كده نقد سلبي مثلا او حاجه، نلاقي الوجه الاخر. ودي بقى اتضح انها نظريه اصلا علميه، انه علشان الواحد يتوازن، هو قدام كل يعني تفاعل او فعل سلبي او كلمه سلبيه هو محتاج قصادها 5 حاجات ايجابيه عشان تحصل توازن. اوكي. تخيل احنا محتاجين قد ايه نصحصح لكلامنا وان احنا نبقى يعني فعلا عندنا يقظة وتدريب كمان ان احنا نقول كلام لطيف. فانا حاسه انه دي حكايه مش بس محتاجه انه يبقى سلوك، ده احنا محتاجين نتدرب عليها، دي مهاره. يعني هقول لك على حاجه برضو، تدريب الممثل زودها عندي. مفيش ايجو فراجل اكتر من ايجو الممثل او الفنان عموما. عكس ما يظهر الفنان بيطرح للناس الايجو بتاعه جدا. اقصى ايجو ممكن يكون هش هو. ليه؟ لانه الفنان في الاخر بيعمل منتج ما ويبص يشوف رد فعل الناس على هذا المنتج. مش بيعمله في الخفاء وملوش دعوه براي الناس، لا. فممكن جدا يبقى 200 واحد قالوا له احسنت يا استاذ، ويجي واحد يقول له ايه ده؟ لا لا، ده كلام ملوش اي معنى اللي انت عملته. على فكره هو الواحد ده اللي هيفرق معاه. بالظبط. الواحد ده لا. فيحصل عند الممثل اللي انت بتدربيه عامل كوارث. كوارث. صحيح. فانت بتبداي بالايجابي، لازم تبداي بالايجابي. تقولي الايجابي كذا وكذا وكذا، وفي الحاله دي مسموح لك تبالغي على فكره. مش مشكله انك تبالغي في الايجابي. الله ينور عليك. انا بحس طبعا ده يعني شوف انت بتقوله على الممثل لانه دي منطقه الشغل بتاعتك علشان يبدع. فالانسان العادي ما يكسرش. بالظبط. فما بالك بقى الانسان العادي اللي ممكن يبقى مطحون وتبقى الدنيا جايه عليه وعنده شيله بنت لذينه في حياته، انه محتاج النوع ده من اللي انا بسميه حتى لو المبالغه، انه حطها يا سيدي تحت مظله جبر خواطر. ما تقولي جبر خواطر. الله ينور عليك، جبر خواطر. ما تقولي جبر خواطر. اللطف، انه مش هتخسر حاجه، ده هيفرق معاه، هتدعمه، هيطلع احسن ما فيه، هتديله سكه، هتنور عليه يعني. اوكي، ما يبقاش كل حاجه بتضغط، ما نبقى احنا وسيله طبطبه لبعض يعني. وبعدين بعد كده اقول ايه؟ ادي الاشياء اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. مش انت كممثل او انت كممثله، لا. احنا محتاجين نشتغل عليها. وفي واقع الامر ده حقيقي، ما انا هشتغل معاها عليها. انا ما بكذبش. لكن تخيلي لو قلت له وادي الاشياء اللي انت محتاج تشتغل عليها. على فكره الجمله دي هتعمل ايكو طول ما هو خلصنا التدريب وهو مروح البيت او هي مروحه البيت. الجمله دي تعمل ايكو زي الافلام بالظبط. ادي الجمله، ادي اللي احنا اللي انت مش محتاج تشتغل عليه، اللي انت محتاج تشتغل عليه،
انت 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 اتلخصت لانت، فتحولت من كلمه تحتضن عشان نرتقي لسهم. انت 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 المسؤول، مفيش انت ابشع. بالظبط، مفيش ابشع من الانت دي، انت. فاللي احنا محتاجين نشتغل عليه وفوق على الامر دي حقيقه، لان احنا اثنين هنشتغل عليه. صحيح. انا بتوجيهه هو او هي بطاقتها. صحيح. وده ينطبق على تستوعب بقى العلاقات كمان، يعني بالظبط. على يعني خلينا برضو نتكلم، لانه اكيد معانا ازواج وزوجات انه او علاقات عموما، انه الناس في علاقاتها محتاجين انه الناس لما تيجي تتكلم فتقول احنا. بالظبط، يعني انا مش بشبهها انت بمباراه خلاص. مباراه تنس، مش عايزين النقطه تخلص. يعني احنا مباراه تنس مش عايزين النقطه دي تخلص. فاللي قدامي بيلعب السيرف، انا ما برجعوش بحيث ما يقدرش يرجعه لي، لا، انا بمتصه وبرجعه بحيث يا انا مستني الكره بتاعته تجيلي وامتصها. انا مش عايز الماتش ده يخلص، انا مش عايز العلاقه دي تخلص، انا مش عايز حد يكسب في النقط دي، لا، انا عايز بس صوت الكره والمضرب رايحين راجعين لبعض طول الوقت. فلو عملنا كده في علاقاتنا الشخصيه، المكسب هيبقى هايل. ننسى انت الفينجر بوينتنج دي، ننساها. ايوه طبعا طبعا. تماما، لانه ما هي دي المدمره. وبعدين وانس انك بتعملي كده، البني ادم اللي قدامك فصل عنك تماما، بقى في جزيره معزوله عنك، وصوتك بقى ضعيف، مش هيسمعه مهما قلتي ما تسمعش. صحيح. ادي الاشياء اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. حتى وبعدين طريقه. اتفضل. يعني ساعات لان الانسان بطبعه بيكره يقول انا محتاج، ما بيحبش يقول انا محتاج، فبيلبس الاحتياج اثواب كتير، قد يكون احدها العنف على فكره. ايوه، اشرح لي. لانه يعني هقول لك، يعني زوجه وزوج، ده طالما انت ذكرت الازواج، هو بقى له اسبوعين ردوده مقتضبه، بقى له اسبوعين ما فيش اللينك اللي اعتادت عليه الزوجه او الطرف الاخر، فهي شخصيا مش عارفه تشخص، فجالها العنف، فزقت في اتجاه العنف. ايوه. لا، اهدى واعرف ان دي احد الوسائل. هي عايز تقول لك انت وحشني، عايز تقول لك على فكره انت عودتني على الطريقه دي في التلامس، في التخاطب، في التواصل، وانا خلاص اعتدت عليها وحطيت كل البيض بتاعي في السله بتاعتها. ايه بقى في ايه؟ بقى لنا اسبوعين بس قالتها بطريقه زعيق، بطريقه زق، بطريقه كذا، لان هي الايجو والكرامه مش عايزه تقول انا محتاجه اللي كان بيحصل من اسبوعين. بالظبط فين بالظبط. الطبطبه؟ فين التواصل؟ فبتجيبها بطريقه انت تفضل قاعد هنا طول الوقت على الكنبه وباصص في تليفونك، مش هتجيب. ما حدش هيقول انا محتاج، للاسف. صعبه جدا ان حد يعلن احتياجه للاخر، رغم ان انت احنا عارفين ان احنا مهملني. انت مهملني بدل ما فهو تقول لو انا محتاجه اهتمام. فهو لو قفش في الكلمه بدل روح الكلمه، او امم الكلمه جايه منين، بما تحمله العلاقه بكل اللي قلناه سالفا، يعني خلاص بقت شاوتنج ماتش، بقوا الاثنين بيصرخوا في وش بعض. لكن لو هو قال اوه يا خبر ابيض، ده انا فعلا بقالي ده هي جايه عشان، تخيلي رد الفعل هيبقى عامل ازاي، الموقف هيخلص. ده ما احنا طبعا بنتكلم عن الاشخاص الاسوياء اسوياء المتوازنين. طبعا. ايوه ايوه طبعا عشان بس يعني طبعا. هو لا، يروح لكن هو مطوح. هيقفش في الكلمه، فهيروح شايط صينيه الشاي في وش الست وكده. لكن لو بس ركز، بس لانه بالفعل احنا كلنا ضعفاء، كلنا ضعفاء. لو نعرف ان احنا كلنا بجد كائنات ضعيفه، وكائنات طول الوقت محتاجه طبطبه، وطول الوقت محتاجه بناء، وطول الوقت محتاجه دعم، خلاص هنغفر لبعض. لكن لما حد يقول انا مش محتاج او انا محتاج بس ادعم ولا ادعم، صحيح، ما فيش كده. ماتش التنس وقف. لا تستوي. خد الكرة ومسك فيها ما رجعهاش. ف مظبوط. هي فكره الحنان برضو، فكره انه ما يبقاش الزمن قاسي والناس قاسيه. ما اللي عنده مصدر، اللي عنده حاجه، في مصر في كلمه جميله جدا بيقول لك المليان يكب على الفاضي، مليان يكب كلمه على الفاضي. عظيمه. بالظبط طب ما يا بالظبط. جماعه، اللي عنده حاجه حاسس انه مليان فيها، ما يدي التاني. ايه المشكله؟ وعلى فكره يعني الطاقه الايجابيه
انا هقول لك، يعني انت عارفه كتير عني يا اموله. انا الصبح فكره الضلمه والانفراد بالنفس في الضلمه، وانه الليل حالك، تكتشف ان في اقصى درجات الظلمه يبدا النور يطلع. مم. هي دقائق معدوده، وكأن الظلمه لم تكن. قد كده النور قوي، قد كده القليل منه بيسعد، قد كده القليل منه بيبهج. واقول يا رب يوم يبقى كده اقل لحظات النور فيه تشيل لحظات الضلمه. انا عارفه انه ده الوقت السحري الخاص بيك. بالظبط. طب ما احنا نطبق ده على ضلمه بعض وعلى نور بعض. بمعنى انه ما قد اعتقد انه لدي من نور ما قد منه بحس يشيل ظلمه حد، والحد ده يشوف النور، ونبدا نتبادل بقع النور مع بعض. ايه المانع؟ ايه المانع ان ده يحصل؟ هل مم. لان انا مش عارف ان عندي نور؟ لا، كل واحد لديه بقعه من النور، لانه ربنا ادى نور لكل حد. الفكره اني ازاي اكتشفه، وازاي اكتشفه بعمق، واعرف انه كتير قوي، وابدا افكر اديه لحد. والحد ده، تخيلي انت لو احنا بنعمل كده في علاقتنا ببعض، انه ده احنا هنعدي مرحله اللطف. مم. طب اقول لك على حاجه، يعني في مره قريت كده جمله لطيفه جدا وفي نفس الوقت يعني تخض شويه، انه منطقي جدا انه الطفل يخاف من الضلمه. دي الفطره، انه ممكن الطفل مهم. يخاف من الضلمه. ولكن العجيب انه الكبير يخاف من النور، حتى من الله، النور اللي جوه. الله، اه، يخاف الله، دي جمله يطلعه. بديعه. يعني مم. يخاف انه يطلع النور اللي جواه بلا وعي، يعني مش هو مش مخطط، بس وكأنه مم. انه لو طلع نور ده ممكن يضعفه، ده ممكن يكشفه، ده انا هقول لك ممكن. على حاجه عجيبه بقى. كويس اتفضل. ان الله، هذا النور الصباحي الطازج له شرط واحد: مم. ان تنفقي نور الامس كاملا. مم. يعني انا هديكي كميه ما من النور صباحا مم. طازجه، على مدار يومك لازم تنفقيها كامله عشان اديك النور الجديد بكره. ما تخزنيش لتاني يوم. مم. انا مش هدي نور طازه على نور بايت. واو. فضي كله مم. واستعد للجديد. وسع هتاخد وسع. الطازج. مم. وهي دي وسعها. مم. يعني النفوس احجام ايوه. وسعها. فانت كل ما صرفتي هذا النور ياتي نور طازج، كل ما صرفتي هذا النور ياتي نور طازج. فانت اصبح عليكي مهمه في يومك انك توزعي النور ده كاملا وتنامي. لا، مش انا حاسس ان خلاص مفيش حاجه فضلت، انا وزعت هذا النور كاملا لكله. بس يعني انا كان فاضل حاجه صغيره بس، وانا بعدي الشارع لقيت طفل مع عمره، رحت مطبطب عليه على دماغه فضحك. دي كانت اخر بقعه. بس انا كده خلاص، انا كده تمام. مم. انا طب وانت اخر هستنى بقى نور، الطازج تاني يوم. اخر اخر استقبال نور او كلام لطيف سمعته كان امتى؟ وعايزه السؤال ده برضو للناس اللي بيحضروا اه، معانا، يعني امتى بجد الله، حلو ده. حسيت باخر كلمه لطيفه اثرت فيك؟ يعني انت فاكرها، لانه اه، اكيد في كلام لطيف بيتقال خلال اليوم يعني، ولكن كلمه طبعا. اثرت فيك وكانت غير متوقعه. آه يا ريت كمان الناس تشاركنا. الله، انا هقول. انا امبارح كنت، انت عارف انا بدرس لاطفال ذوي الاحتياجات. ايوه. فامبارح انا هاخد اجازه فتره كده، فعرفت المكان اللي انا فيه ان انا هاخد اجازه والى اخره. فانا ماشي وخلاص سلمت على الناس كلها، فسمعت صوت حد بيقول مستر امر، فبلف لقيتها مديره المدرسه. فمدت ايدها بتسلم وبصت لي كده، قالت لي يو بي ميست، يو بي ميست مستر امر، يو بي ميست. انا هنفتقدك. اه مم. انا جسمي كله اشعر. وقالت لي، يعني انا افتكرت قصدها على الاستاف. مم. اللي خلاها كلمه عظيمه، قالت لي ده كيدز والميسيون اللي انا بدرس له. انا مش عايز اقول لك، انا ما حسيتش بالارض لحد ما دخلت العربيه. مم. اهي كلمه، رغم ان انا يعني انا بعمل كده وانا بالفعل مش عايز.
انا عندي مهمه سريه ان انا عايز افضي النور، مش عايز اسمع اطراء. انا يا جماعه يومي فيه مهمه سريه ان انا هوزع الطاقه دي اللي انا متاكد ان ربنا اداها لي لسبب ما. هوزعها مش محتاج حد يقول لي شكرا. ومع ذلك الكلمه فرقت معايا جدا طبعا طبعا. جدا. فيا جماعه بجد نكون حريصين قبل ما الكلمه تطلع نعتبرها احتضان، وكل مره تبقى احتضان، ومش هنزهق من الاحضان، ولا اللي قدامنا هيزهق من تلقي الاحضان. وبعدين الكلمة طبعا كل ما بسيطة، تبقى من حد، رقم بسيطة. ومش مش هتكلف حاجه انا بس. والله كل الناس اللي فاكره ان حياتها مظلمه وان هم ما فيش جواه، والله في نور، والله في نور. ابحثوا مم. عنه بس وشوفوه في ضحكه. يعني انا الناس اللي بتعرف تضحك الناس دي بالنسبه لي كائنات عظيمه جدا. تخيل انت اول ما بتشوف صوره حد بتبتسم، يعني الكوميديانات العظام اللي عندنا. انا من كام يوم بقلب في صور لقيت صوره الاستاذ فاضل مهندس، انا جوايا ابتسم. مم. ما اعظم كده يعني. في حد يقدر بالكوميديا يطبطب، في حد بالطبطبه بيطبطب، في حد بالنظره بيطبطب. ما هي ده النور، هو ده النور. صح. انت واخد فرع ما من النور، وزعه ما تقلقش، هيجي الطازج بكره، سواء انت مم. عارف او مش عارف. بس وزع. ليه بتحجب؟ ليه بتبخل؟ ليه ما يباتش معاك هذا النور، ما يباتش معاك. مهمتك يوميا ان النور ده ما يباتش معاك. ادي وبشرط على قد ما كمان تقدر. انه ما يبقاش ممزوج بالاصطناع بتاع المجامله. بالمن. لا، وبالمن. وبالمن بالظبط. لا بالمجامله اللي هو في مجهود، انا بعمل الواجب اه. اصل انا بعمل اللي عليا. لا لا، يعني خالص عمر اللطف ما يبقى ده بيحصل على مستوى اللا شعور. هو بالظبط. مش الواحد مش واعي بيه، لان انا ببقى عارف لو في شويه فاضلين. انا اقول لك على حاجه قد تكون يعني تقول عليه مجنون. لا، انا احيانا ببقى حاسس ان لسه في شويه موجودين، فانزل اخش مم. سوبر ماركت، ولا اخش حاجه، ولا اخش اماكن، وممكن جدا تلاقيني حد ورايا اشترى 2 ايتم بدولار وشويه، اروح دافعهم له وهو ما يعرفنيش. ما انا عارف دولار وشويه مش هيقتلني، او 2 دولار مش هيقتلوني. لكن عملوا عنده حاجه، يعني عملوا عنده حاجة، انا كده خلاص. انا قال لي شكرا مش عارف ايه ركبت العربيه قلت النفس بقى خفيف، عرفت ان انا صرفت اللي كان موجود. لان لما ما بتصرفش، انا بقول لك على نفسي، لما ما مم. بتصرفش بحس النفس تقيل، انا بحس ان انا تقيل. ايوه لكن صح. لما بقى ابقى واثق ان انا انفقت النور كله، نفسي بيبقى خفيف، واطلع السلالم بسرعه، والنوم بيبقى جميل. مم. لان الالاونس بتاعتي صرفتها. مم. مستني جديد والإنفاق بقى هنا انا مش كده. بس فلوس، يعني هو مش لا مقصود لا بيه لا لا لا, لا آه، خالص خالص خالص. بس كلمة آه انا مستعد للجديد بقى بتاع بكره، الطازه بتاع بكره. الله، هاخد طازه خلاص، انا استحق الطازه. هقول لك وهكذا. حاجة بمناسبة إنه ممكن تبقى كلمة غير محسوبة وأنت بتقول إنها بتطلع بشكل تلقائي في مرة كنت بحضر حفلة كده، موسيقى عربية، فبيغنوا بقى أغاني أم كلثوم فكان في ست ورايا كبيرة يعني وبدأت تغني تندمج الله. قصة الحفلة. فقلت لها صوتك حلو قوي على فكرة. مم. قالت لي بجد اصلا انا نفسي اغني، انا طلعت على المعاش. وقالت قصه لطيفه جدا، وانها كانت يا مسافره بره الله. وجات مصر، وان هي عشقها الغنى، وانها بتحب جدا الغنى الى اخره. وقلت لها ده انا اعرف يعني مايسترو عظيم، راجل يعني لطيف يعني، مايسترو حسام مم. سمير يعني. فقلت لها مم. انا يعني انا والله هوصلك بيه، وانا يعني ما فيش حاجه. وسبحان الله فعلا تم الالتقاء منهم، وان هم عملوا لقاء الله. اخره. يعني هي الحكايه بدات بايه؟ بان انا بس مم. قلت صوتك حلو. كان ممكن على فكره بالظبط. اقول الكلمه كلمه. في سري ايوه واقول بالظبط، كنت لسه حلو اقول وهي طيبه وامشي مم. وخلاص. مم. فاوقات الكلمه بتغير مسار حاجات يعني. طبعا اعلم هي طبعا. هتكمل مش هتكمل، مش هي دي النقطه، بس انا اقصد اقول مم. انه في شيء ما اتبنى عليها حقيقي. ذكرى، اتبنى عليها موقف، اتبنى عليه انه ناس تعرف بعض، اتبنى عليه سيرة، اتبنى عليه حدوتة بنقولها دلوقتي فممكن مم. تلهم آخرين وهكذا. يعني مم. الكلمة اللطيفة دايما يعني بناءة يعني. الله. يعني مم. فاكر يا جيمي لما يعني أكيد وأنت يعني بدأت مع زياد، اه. ربنا يخليه لك،
زياد يعني 30 سنة ولا أكتر. لما كان طفل، وأنا لما بدأت أربي يوسف، وأكيد أهالي كتير لما بدأوا يربوا أولادهم بدأوا يقولوا لهم لازم تتعلم فين الماجيك وورد اللي هي سواء بليز شكرا، ثانك يو، سوري، مش عارف ايه. هي فعلا كلمة سحرية، الكلمة السحرية اللي هي بسيطة قوي، بس وانت بتقول الحاجة قول من فضلك، يعني قول آسف، قول فتحت باب، قول يعني ربنا يكثر من أمثالك، يعني قول أي كلمة طيبة غريب يعني بتغير معنى الحوار كله. انت عارفه التواصل بيننا يا مولا، يعني انت انا بفكر في زياد حالا وانت جبت سيره زياد ليه؟ لان انا فاكر يعني لان فاكر وهترجم يعني مره كتبت له don't count your accomplishment every day by how much you made that day or how many girls thought you cute that day but how many souls and hearts you have lifted that day. وكان صغير جدا، كان صغير، كان 9-10 سنين. فبقول له ما تعدش انتصاراتك او احساس الاكتمال عندك او الانجاز بعملت فلوس قد ايه او كم بنت قالت عليك كيوت، ولكن كم قلب وكم روح انت ساعدتهم على النهوض. وانا عارف ان الكلام ده كبير على سنه بس جه حظه في بقعه النور دي اللي لازم اصرفها، فصرفتها معاه بالطريقه دي. وده بجد لو احنا خدنا ده كميثاق يعني في حياتنا، تخيلي كم الانجاز اللي هنعمله مع الاخر، والاخر اللي هو قريب مننا جدا. كم من الاجساد ملتصقه ببعض يا امل ولكن الروح في السقف بصه تحت تقول مين دول؟ مين دول؟ انا فين وهم فين؟ الكلمات بتعانق، بتساعد الارواح على انها تتعانق. الكلمات في الاخر كلمه، مش هنيجي للنون فيربال كوميونيكيشن، احنا ما جيناش حتى ناحيه. صحيح. احنا بنتكلم على الكلمات اللي لو احسننا انتقائها وعرفنا انها دايره. انا هنا الكلمه اللي بقولها لو منتقاه من اجل النهوض بالاخر والاهتمام بيه هتلف وهتجيلي، والعكس صحيح. في مرحله تانية بقى ان انا هعملها لان انا بحب اعملها ومش عايز تجيلي اصلا، بس دي مرحله تانية. خلينا نبدا بانه هتجيلي، وبعدين لما البني ادم يسعد الطرف الاخر، طب ما هو هيسعد هو كمان. صح. بدل ما النيجاتيف بيؤدي النيجاتيف وسلبي يبني فوق سلبي. طب يا جماعه يا ازواج مش هنعرف نهرب من ان احنا مجتمع ذكوري. انا اسف يعني، انا مش عايز اخوض في تفاصيل، ولكن يا رجل الكلمه، لو يا رجل الكلمه اللي بتخرج منك ليها تاثير على باقي الاسره، مش بس على الزوجه. فيا هذا الرجل ارجوك نقي الكلام اللي يحتضن، والكلام اللي يبني مش اللي يهدم، والكلام اللي بيرفع مش اللي يخفض، والكلام اللي بيعمل تآلف مش تنافر. لان كلمتك لو انت بتقول انا الرجل، كلمتك مهمه. احنا اللي عايز يدخل في الدين الاسلامي بيقول كلام يا امل، مش بيقول اشهد ان لا اله، ده كلام. الناس بتتجوز بكلام زوجتك نفسي. في الغرب اسرع I do you take this I do، كلمتين. مش كده؟ الكلمه مهمه، والناس بتقول لك قبل ما تموت قول كذا. صحيح. يعني هي كلمات. فارجوكوا انتقوا الكلمات اللي تبني مش تهدم، والكلمات اللي تحتضن مش اللي تنفر. وهتشوفوا النتيجه، هتشوف، لان مفيش روح ما تستقبلش الكلام الايجابي وتستجيب ليه وترجعه. مفيش يعني. الارواح جبلت على انه الاطراء بيسعدها، فليه لا؟ ليه؟ وبعدين في حاجه تانية كمان انا يعني برضو ملاحظها، انه ما بناخدش جوانا ان انا عرفت امل، والحمد لله انا عرفت امل وسين وصاد من الناس، بس انا عندي مهمه ان انا اكون جزء من بناء امل. ايه العيب في كده؟ ايه العيب ان انا افكر كده؟ ما هو لما امل هتتبني وهتكبر، ما هتجيلي مبتسمه.
وهتجيلي فرحانه. طب ما انا مش ده مش يبقى ليه مردود عندي انا، ولا احنا بنشتغل عشان نهدم الاخر عشان نبقى احنا نبدو ان احنا اكبر؟ ده مم. سلبي على فكره. ده يعني سيلف هارم زي ما بيقولوا. طبعا ما طبعا. انا لو احط نفسي بناس ميزربل، ما انا هبقى ميزربل انا كمان. مهم. طب ليه ما يكونش السبب ان هم يكونوا سعداء، فابقى انا سعيد انا كمان؟ بسيطه جدا على فكره. التعافي بيحصل بإنك تحوط نفسك بدوائر داعمة، ودوائر تطلعك وتغير لك طريقة تفكيرك وتكشف لك أحسن ما فيك. يعني تعافي الناس من صدماتها جزء منها مش إنك بس تروح بعد شر عليك، يعني إنه حد يروح لدكتور ولا ياخد أدوية ولا لا. خالص حوط نفسك بالمحبة، خالص. بناس لطيفة من قلبها ما بتعملش أداء واجب. يعني ده بالظبط. جزء اساسي من التعافي. فالكلمه اللي احنا بنستهون بيها وبنقول ما هو ده مجرد لا. كلام، انت هتاخد على كلامي كلمه وراحت. يعني الحقيقه انه في جمله يعني لطيفه جدا برضو قريتها جيمي. آه امم. المرء سيد الكلمه ان لم ينطقها، الله. وعبدها ان نطقها. الله صحيح جدا فالواحد ممكن يبقى جدا. عبد للكلمة اللي هيقولها، فخلي بالك الله. من كلامك، هي الكلمة مش كده. بالظبط بالظبط. وده فكرة انه الواحد فعلا يعني يتمهل. والواحد ده حتى الكلمة بتاعت ان الواحد يبلع لسانه شوية بالظبط. قبل ما يرد، دي اوقات بتبقى جملة مهمة، لانه اللطف مش في الود، مش في اللحظات اللي فيها ود بس، او مم. حيادية حتى، او مواقف مم. لطيفة. اللطف الحقيقي بيبان وقت الغضب، ووقت لحظات الزعل، الخلاف. ولحظات لحظات الخير، الخلاف. في طبعا. لحظات. مم. وده اكتر حاجة ممكن للأسف يعني تهدم علاقات حقيقي. وتبعد حقيقي. مسافات ما بين الناس. مم. طب نعمل ايه بقى في الحكاية دي؟ ما نفصلش البني ادم عن تاريخه في امم. لحظات الخلاف. الخلاف شيء اساسي، ما احنا مش هنعرف بعض غير بالخلاف. تمام. لكن خلافي مع امل مش زي خلافي مع راجل شنكني وانا ماشي في الشارع لسه ما شفتوش. امم. ليه في لحظات الخلاف فجاه كل تاريخ امل بيبقى على جنب، وقافش انا في لحظه الخلاف؟ امم. ما لبسهم لبعض. ما اقصدش ان انا اتفادى المشكله، لا خالص، لانه لازم، لو في مشكله لازم نشوف حلول، ولكن كله في اطار تاريخ امل. امم. ما ينفعش افصل. عشان كده الخلافات اللي بتحصل في الاسر انا بستغرب لها، لانه يعني بيقول احنا اصدقاء بقى لنا 20 سنه وخسرنا بعض. ازاي؟ ازاي انت امم. قدرت تفصل ما بين هذا التراث الضخم اللي بينك وبين بني ادم ولحظه الخلاف؟ انت ليه عملت سكشن؟ ليه انت رحت قاطع لحظه الخلاف دي من التاريخ ده كله، خدتها على جنب، رحت رامي ملايه سوداء على التاريخ مش موجود، ومسكت اللحظه دي بس، وانت قعدت تتكلم وتهاجم وفضلنا محبوسين في اللحظه دي والتاريخ راح. صحيح. ازاي؟ مش منفصلين. امم. فاول ما يحصل خلاف لازم واحد يوزن الخلاف ده مع مين. امم. اذا كان ساعات بيحصل خلاف مع النفس، الخلاف ده امم. مع مين؟ وحسب درجه تاريخ البني ادم، حسب طريقه علاج الخلاف. على فكره ساعات في لحظات الغضب لو حد قال لك يا اموله بدل يا امل بتفرق. صحيح صحيح صحيح. او بس حتى قال الاسم في وسط الخلاف. ينفع يا امل يا اتقال الاسم بدل ينفع انت انت. بالظبط بالظبط بدل انت. بالظبط بالظبط. رجعنا لدي. امم. يعني انا بكلمك وسامع في ودني الحوار بتاع في بيتنا رجل، لما رشدي اباظه بعفويه مصنوعه قال لعمر الشريف، قال له يا استاذ ابراهيم انت ليه بتعمل كل ده؟ يعني سايب اهلك بص له قال له المبدا يا استاذ عبد الحميد، لو كان لك مبدا تؤمن بيه ما كانش سؤال زي كده حيرك. شوفي، لخصها له امم. كلمه واحده: المبدا. امم. قد كده. كلمه المبدا هو بنى عليها شخصيه كامله. وطبعا الحوار بتاع الفيلم رائع، الفيلم كله رائع، لكن لما قال له المبدا دي كلمه قد كده مهمه.
وعلى فكره من اللحظه دي بدات شخصيه رشدي اباظه تتغير ويصبح رشدي اباظه الوطني، ودي عظمه الفيلم، انه من انسان كان هيسلم لانسان وطني وعملت له نقطه تحول. كلمه المبدا، لو كان لك مبدا تؤمن بيه ما كانش سؤال زي كده حقيقه يا استاذ عبد الرحمن. وفعلا ومن لحظتها تغير، الشخصيه اتحولت. فيا جماعه الكلمه بتبني، الكلمه مهمه، فارجوكوا لبسوها ثوب اللطف قبل ما تتقال، قبل ما نبقى عبيد ليها زي ما انت قلت. وعلى فكره اوصيكم واياي علشان انت ما حدش يفتكر ان احنا قاعدين بنقول احنا ايوه كاملين. لا طبعا. طبعا، لا طبعا، طبعا لا طبعا، لا طبعا، يعني لا حاشا بالعكس. لله. لا بالعكس، وانا كنت حتى يا جيمي لو تفتكر لما كنا بنتكلم في الاول واحنا بنجهز لللايف، كنت بقول لك انه يعني بالعكس احنا عايزين نعمل اللايف لحم ودم، بحيث ما يبقاش بالظبط، وكأننا ما يبقاش بندي وعظ. اللي هو بالعكس احنا كلنا في هذا المطب. وبالعكس ليه احنا بنعمل ده؟ لانه ده نوع من انواع التدريب والالزام. حقيقي حقيقي. انه لما الواحد يقول الكلام فعلى الاقل يبقى محرج قدام نفسه، انه لما قاله قدام الناس انه يعمله. بالظبط. اكيد هتسقط مننا، واكيد يعني الحكايه يعني هتجلي اوقات، ولكن على الاقل الواحد يبقى على المسار انه بيصحصح نفسه، لعلها تنفع الذكرى يعني، انه بالظبط. يعني في النهايه نفكر نفسنا. حقيقي. وجزء من اللطف بحس انه ننبه برضو نفسنا انه في العلاقات نطلع من الحته الزنقه اللي بتبوظ كتير من العلاقات وبتخليها مش لطيفه، ان احنا داخلين في حته المنافسه. انت الصح وانا الصح، مين الصح مين الغلط، اللي عملت اصل انت اصل انتي، وبننسى تماما انه في حاجه في النص اسمها طب ايه الصح اللي ممكن يرضيك ويرضيني. لانه اكيد في صح يرضي الاثنين. بالظبط، انه ايه اكيد. الصح، من غير زي ما كنا بنقول بقى الايجو، وانه فكره الانتصار للكلمه ولا الانتصار للشخص، الانتصار لكسب جوله المناقشه ولا الانتصار لكسب العلاقه. هي دي احنا الحاجات. كمان للاسف اتربينا على فكره المنافسه السلبيه، انه أيوة. كتير جدا يعني فلان ضايقك في المدرسه، بكره اعمل له ما اعرفش ايه، بدل ما تتكلم معاه وتشوف. ايوه طبعا. بقى عندنا فكره، عشان كده احنا ما بننجحش في الالعاب الجماعيه وبننجح في الالعاب الفرديه، لانه ما عندناش فكره التيم اللي انا والاخر بقينا تيم واحد. ما عندناش، ما تربناش عليها، على المنافسه لانه انا واثق اسر كتير جدا بتقول ما فلان ابن عمك جاب كذا في الثانويه العامه انت ما جبتش، طبعا. وعلانه بنت خالتك اللي طول الوقت عمالين بنقارن بالشكل السلبي، بدل ما نقول ان يبقى فيه روح جماعه. ما عندناش فكره روح جماعه. ودي اكبر حاجه بتهدم وبتبوظ علاقات، وكمان بتبوظ علاقتنا بنفسنا، ان احنا طول الوقت طب بندور على المعيار اللي هو فين. ما احنا المعايير عندنا بقت متلخبطه، المعيار اللي يخصني ويخص مهاراتي ايوه مضطرب جدا، ولا اللي يخص الناس اللي انا اتقارنت بيهم. فانا مش عارف لا معيار النجاح ايه، معيار اني ابقى انسان كويس ايه، ولا معيار الرضا ايه خالص. بالظبط اصلا. لا ما للاسف محتاجين برضو موضوع التربيه ده مهم. مش مشكله انت جبت كام، انت جواك نور، ثق انك جواك نور، نجحت فشلت جواك نور. بس يبقى افضل لو نجحت، يعني مش هنقول انها دعوه للفشل ولكن هي فكره المنافسه دي. يعني انا برضو عايز ارجع تاني للرجل، انا عايز اقول برضو للرجل على فكره ايجو الست بتاعتك جزء من الايجو بتاعك، فانت لما بتعلي نفسك. خد بالك يعني انت، ما هو احنا لو هنختبر كلمه رجل دي، ما انت ليه عمال تاخد الاستحقاقات ومش عايز تدفع؟ ليه مش عايز تدفع يا اخي؟ كيف تبيح لنفسك اهانه كرامه الست اللي هي المفروض كرامتها جزء من كرامتك؟ ايه المنطق ده؟ انت ليه عندنا فكره سحق الاخر بنسعد بيها ونبقى حاسين ان ده انتصار؟ على فكره انا هقول لك على حاجه، انا الحمد لله انا حتى بقول لهم هنا ان ايديا عمرها ما ضربت حد، وبتمنى اموت بهذا الشكل.
مره واحده بس. كنت في ابتدائي واتخانقت مع حد وضربته في اللحظه اللي وقع فيها، انا قلبي اتقطع، لان اللي كان متفرعن من كام ثانيه بقى قليل الحيله بسببي انا، لدرجه انه وحشني انه يتفرعن. والله ما بقول كده جنان، حقيقي، لانه كان على الاقل مستقيم، كان واقف. انا طبعا خبطته غلط، نسيت ان صباعي عامل كده وانا بضربه، فصباعي اتكسر اصلا. بس هو وقع وانا في اللحظه يعني دي حتى الضرب مش عارفين نعمله. حتى مسك بالظبط بالظبط. انا شفت في وشه هلع ما نسيتوش للايام. كنت في 5 ابتدائي لحد ما صالحته وبقينا نلعب وخلاص الموضوع خلص. بس شوفي ايه المتعه في انك تكسر حد. انا لحد هذه اللحظه طب خلينا مش ناخدها مستوعب. من الناحية التانية، وكأننا بنغشش الرجالة. اه وطبعا انا مش قصدي ان انا اقلبها راجل وست، بس يعني خلينا نقول انه يمكن كتير من الرجال بيفتقدوا الكلمة اللطيفة مهم. نتيجة انه مش متمرن عليها، يعني كل حسن النوايا انه مش متمرن انه يقولها. اه زي ايه الزوج ممكن يقول كلام لطيف لزوجته في اليوم العادي؟ شبه ايه؟ شوية كلمات كده ده مش لطيفة. محتاج كتير. فاول معلقه من الاكل هي عملته قول الله بس، ما كلمهاش ايه على فكره. دو، يعني عشان ما تقولش ان انا تنازلت وقلت. انت لو قلت الله بعد ما بلعت اول معلقه اكل، هي واقفه بقى لها الله اعلم قد ايه بتعمله، الموضوع خلص. مم. ده المجالات كتير جدا. واتحسبت لك ذكر يا عم. وبعدين بالظبط. بالظبط بقيت شوفه في لحظه. لا يعني لبست ايه الالوان دي؟ انا عمري ما كنت اتخيل الالوان دي تبقى لايقه على بعض خالص. لكن بص عليك عامله ازاي يا عيني. لو ده تزامن مع انك تاخدها للمرايه اصلا في كده. مم. انا لا يمكن كنت اتخيل الالوان دي تمشي مع بعض، بس هي تقريبا عشان هي عليكي. خلي تقريبا عشان يبقى في سسبنس حتى، مم. لان هي تقريبا عليكي عملت كده. مم. ادي نموذج. على فكره احنا بنقعد نقول للضيوف منور 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 كتير. طب ما نقول لبعض منور مم. منوره، اول ما تقعد على كرسي منوره. ايه المانع؟ حتى لو مم. هي اتريقت، ما بين التريقه ضحكنا. لا، في نماذج كتير جدا جدا. بلاش مم. اقول لك يا سيدي، زميلتك في المكتب استعيري الكلمات اللي بتقولها لها وقولها لزوجتك. مم. ما انت لسانك الله اكبر يعني. منطلق مع الاخريات. مم. يعني استعير بعض الكلمات يعني. مش شرط على فكره حاجات كبيره، ومش شرط تجيب ورد والكلام اللي بيتقال، لا خالص خالص. انت لو اليوم كله مليان كلمات فيها حنان، ده انت لو عديت المطبخ وطبطبت على الكتف وانت معدي وانت بتفتح الثلاجه عشان تجيب ميه، ولا تاكل تصبيره على ما الاكل يخلص، وعملت كده على كتف البني ادم الوقفه دي بس. طب مم. خلاص انت مم. قلت كلمات. الحلول كتير وحلول متاحه. بس على فكره هم هنا بيقول لك there is a will there is a way. هو ما فيش will. مم. لو في اراده هيبقى في طريقه. هو ما فيش مم. اراده، ما فيش رغبه اصلا. احنا مم. بنقدم مع الزمن. المشكله في العلاقات ان احنا بنقدم مع الزمن. وعلى فكره اللحظه اللي تقولي فيها انا فهمت امل خلاص، انت في اللحظه دي بتفقدي امل على فكره، لانك لا هتبطلي تحاولي شكلها. تفهميها. هقول لك. انك يعني اه تجيب من الاخر كده. انا فاكر اول مره وانا بحاول اتعلم العجله ومش عارف ايه، وتمام انا حريص. اللحظه اللي قلت في موضوع العجله ده موضوع سهل، بوم وقعت. مم. لاني بطلت اكون حريص اني ما اقعش. مم. اللحظه اللي بتقولي فيها على الاخر انا فهمت الاخر، مم. انا هي دي اللحظه اللي هتبطلي تحاولي فيها تفهمي الاخر. بمعنى آه انا حتى دي قلتها لزياد برضو، وبقولها للممثلين. treat every moment as if it's the first, so you explore with no expectations, and also as if it's the last, so you give with no reservation. يعني عامل كل لحظه، عامل البني ادمين كل لحظه كانها اول لحظه، فانت بتكتشفهم بدون توقع، وبرضه كانها اخر لحظه، فانت بتديهم كل اللي عندك. مم. التركيبه دي
بتعمل حاجات مذهله. عارفه يعني ايه تقعدي تكتشفي في حد إمم، حتى وانت بقالك 10 سنين معاه في نفس البيت؟ إمم، البروسس بتاع الاكتشاف ده ممتع في حد صح، ذاته. صح، وده ينطبق على الممثل. انت بتعرض كل يوم الدور ده في مسرحيه، لو كل ليله بتقول انا بكتشف الشخصيه دي كاني ما اعرفهاش هتبدع. وهدي كل طاقتي للشخصيه دي كاني ما مثلتهاش هتبدع. ومع اكتشافك للأشخاص يعني في حياتنا بقى وإحنا بنعمل هذا التمرين، هو إحنا بالتالي بنكتشف جزء من نفسنا. بالظبط يعني بالظبط هو مش بس حاجة إحنا يعني بنعملها للآخر يعني وكأننا عارفين، بنسمح بالظبط له إن هو يكتشفنا ويشوف بالظبط. الحتة وكل اللي الlayer. مداريينه كل البيبان المقفوله اللي بنفتحها والفتح ده مريح. بالضبط. الفتح ده عشان كده مريح لانه بيشيل عبء. الكلمة اللطيفة البسيطة اللي اه تبدو إنها بسيطة، هي الحقيقة ممكن تعمل عمق أبدي. الكلمة ممكن تعيش أكتر من الإنسان نفسه، يعني يموت الشخص حقيقي. وتبقى الكلمة يعني بالظبط بجد بالظبط وده يبقى الحقيقي. كلام، وده فعلًا الحقيقي. ف فما يعني مش عارف ازاي ده متحاصل. يعني انا مش قادر استوعب ازاي، لانه على فكره الاكتشاف انك تكتشف في الاخر حاجات جديده كل فتره ده ممتع جدا ومدهش اهم، جدا. لانه على فكره الانسان مركب جدا. فانت اوعي تقولي 10 سنين عرفت. ما انت في اللحظه اللي تقولي عرفت هتبطلي تكتشفي. صح، صح، والشخص الاخر بيستمتع باكتشافك ليه برضه. اهم، خلاص ده اللي خلاص خدنا بعض فور جرانتد. ده غير العشره على فكره، ده صح، مختلف عن مفهوم العشره. احنا خلاص انا مش ما فيش وانا بتكلم فيزيكلي وبتكلم ايموشنلي بتكلم كله. اهم، كله اهم، بالذات المراه. يعني المراه عامله زي اللايرز. الراجل الى حد كبير اوضح واضح. المراه هي التي تسعى لاكتشافها. انت تسعى لاكتشافها لانها بطبيعتها في لايرز. المتعه في كشف هذه اللايرز. وكل ما اهم، تكتشف لاير يطلع لاير تاني. تبقى الحياه كلها عباره عن اكتشافات. كما لو كنت انت الساحر اللي بيطلع من جيوبه مناديل بالوان مختلفه كل شويه. قد ايه ده ممتع. اهم، انت خلاص طلع لك لونين ثلاثه بس حطيت العيال في اللونين الثلاثه وخلص الموضوع. قد ايه ده مجهد وقد ايه ده ممل وقد ايه ده معتم. لا على اهم، فكره العيال عندها لايرز كتير بطبيعه الناس عندها. بس انت اسعى لانك تكشف. طب ده هيحصل ازاي؟ مش هيحصل انت انت بيحصل بالعكس. فتقوم اهم. هي على مستوى الروح تفتح البيبان فانت تتفاجأ بالالوان. اسمح صحيح. هي فكرة قد ايه السماح إن إحنا نكشف نفسنا قصاد بعض، مش نكتفي باللي إحنا شُفناه، وكمان نعتبر اللي إحنا عرفناه خايفين. عن ده الآخر كمان هو الحقيقي. اه ده احنا خايفين نفتح. اهم، ده احنا بنخلق بيبان جديده. اهم، ما هو انا اتصديت. ما هو انا جات لي تحكي لي قصه اقول لها هو انت على طول كده مأمنه للناس. يعني مثلا جات له بتحكي له من الشغل ان في الشغل فلانه كلمتها وفتحت لها قلبها فقالت للمديره مثلا. اهم. فلو الرد هو انت هتفضلي طول عمرك كده عبيطه بتقولي عبيطة للناس كذا كذا. صحيح. طب هي هتجي لك بكره تاني يوم هتجي لك على انها فتحت لحد قلبها ازاي؟ اهم، بدلا من ان تقول يا عليك وعلى طيبه قلبك. هو يعني طب ما خدي بالك بس المره الجايه مع انت طيبه اصلك وانت هتشجعها على انها تفتح. ما خلاص انت كل ما بتبقى تنتقد وتقول انت. وعلى فكره الكلام ده بيجوز للستات برضه بس انا بتكلم لانه الراجل هو ما كلمه راجل. انت اللي معمول عشان تتلقى الصدمات. انت اللي معمول عشان تبقى عندك صبر اكتر. انت اللي معمول عشان تبني. والا نسحب منك اللقب بقى لو كنتِ زي سمعتِ الملاكم. من الأول ايوه ما انا كنت دي بت 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 بتوترني جدا. ما انا ما كنتش. انا خلاص انا النهارده ما كنتش. لو كنت دي خلاص. طب ما هتيجي تاني ليه؟ ما هتتكسف تيجي تاني. إمم، لكن لو حصل احتضان وادي البوزيتيف تعالى الحاجات اللي نشتغل عليها. إمم، إمم، احنا الاثنين نشتغل عليها. انه احنا وبعدين على فكره في حاجه في الحوار بتحصل لطيفه جدا. انا بستخدمها. ممكن هكشف عن نفسي يعني. يا خبر اسود صدقي مش انت بس.
انا كمان وما بيكونش حاصل، ما بيكونش حاصل. فانا خلاص احنا اتنين ركبنا نفس المركب، فبقى لا في لوم ولا احساس بالدونيه ولا احساس بالخوف ولا بالكسوف. وممكن تقول إمم. لي وانت كمان، ولا اه تصدق وانا كمان، ما انا برضو انا في ولو اختلقت قصه خلاص انتوا بقيتوا في حاجه واحده، انما عشان وده بقى انا الإبداع اكبر. في العلاقات، يعني ده مش زيف ولا ده إبداع في إبقاء نهائي. العلاقات صحية، في إبقاء ومفتوحه. النفوس، إبقاء ايوه. النفوس مرضية كمان يعني. ومفتوحه. ده ساعات بيحصل في الخلاف، بالذات لما الناس تانية تدخل في الخلاف بيحصل فضايح. إمم، إمم. فضايح. طب ما هو انا خلاص الموقف ده خلص واحنا مروحين البيت، انا هفتح نفسي ازاي؟ انا خاصه الانثى، وخاصه الانثى في مصر المتعوده على الكتمان يا عيني، لما طول الوقت خايفه تبوح فيبقى الحكم عليها قاسي. عكس إمم، هنا الناس مختلفه. فانت يا اخي لقيت بني ادم بتبوح، مع احترم هذا البوح، إمم، واعرف انه ليك انت بس، وظيفتك انك تقومه، وان انت تنميه، وان انت يبقى الدور عليك تبوح انت كمان. وعلى فكره برضو الراجل عنده نواقص ويقولها ومفيش مشكله فيها مش ده يعمل راحه في العلاقه اكتر طبعًا، طبعًا. جيمي اسمح لي بس إنه اه. يعني آخُد من كلام الناس، لإنه يعني الناس كاتبة كلام وأنا باعتذر إنه يعني ما قريتش الرسايل اه. عشان تدفُّق الكلام ما يتقطعش. آمم، فسوما مثلًا قالت: "أنا امم. النهارده منوّرة الدنيا." الله. و blush سوما ده word. هي، انا بس عايز اقول لك سوما هي اللي منوره الدنيا، لان سوما عندي انت ما تعرفيش. سوما ربنا عندي يخليكم لبعض. سوما هي فلا هي اللي منوره الدنيا. جمال، امم. هي منوّرة أمريكا طبعًا. وblush word 4 سبعات، أنا مش عارفة هي مين، بتقول: اه. "يا جيمي أنت راجل محترم سامح لنفسك إنك تكون إنسان وبتسمع مشاعرك وقلبك وإنسانيتك. أنا بقى لي ربنا زمان، يخليه يا رب. وزمان دي فيها كده ما شُفتش زيّك. الرجالة دلوقتي في دفاع مستميت عن رجولتهم، وسلاحهم الوحيد هو القسوة والعنف للأسف." يعني ربنا الحقيقة يخليها يا رسالة، رب، ربنا يخليك. ويعني كلام امم. فعلًا يعني والله ربنا يضايق. يخليها. امم. و وهي نفسها كانت بتقول، وإحنا بنتكلم على فكرة النور اللي جوانا، بتقول: "أحيانًا بيكون النور اللي جواك ده بيتقابل برَد فعل قاسي من اللي حواليك." امم. في الحالة دي لمّا الناس تبادر وتطلّع اللطف وتطلّع هذا النور، ولكن يقابل برَد فعل، لو الدواير مش سوية أو مش مقدّرة ده، امم. الناس تعمل إيه؟ اه عشان والله. تعرف. إمم، وهي بتقول كده يعني انا حزنت لانه آه I owe it to myself زي ما بيقولوا هنا. I owe it to myself. انا مسؤول عن هذا النور، ولن اسمح لاي حد انه يطفيه. هلاقي حد يقدره، معلش انا هعمل ماينس على اللي ما قدروش، وهلاقي إمم، حد يقدره، لان انا دي شغلتي ان انا انمي هذا النور، إمم. لانه ده مش هديه. انت أمنعه ولا متخيل؟ أحجبه. لا خالص، إمم، بالعكس انا هعمل العكس، لانه إمم، انا هذا النور هديه. تخيلي هذه الهديه تقابل بالرفض وبالحجب، ازاي اطلب هديه بعدها؟ انا إمم، لازم honor الهديه دي. انا لازم اكون على قد مسؤوليه ان انا جات لي الهديه دي. فمش هسمح لحد، يعني لو 9 رفضوا وواحد قبل انا هشبط في اللي قبل، إمم، إمم، لانه ده اللي هيدعم النور اللي عندي. لانه انا النور ده جالي لان انا على ميشن. انا اي ام اون ميشن، ومش هسمح لحد إمم. انه يكعبلني ويعطلني. وهفضل ادي هذا صحيح. النور، هلاقي حد يستحق هذا النور. وعلى فكره، برضه هقول لك مثال تاني قلته لزياد. انت عارفه في خان الخليلي وفي الاماكن دي بيبيعوا الزيت العطر، الزيت انت مش محتاجه منه كتير. فقلت له يا حبيبي الناس الكويسه الجيده زي زيت العطر ده مش محتاج منهم كتير. فانا مش محتاج في نوري لناس كتير، لا، واحد في اليوم، واحد في الشهر هيدعمني. لكن انا لا يمكن احط في نوري، لانه
دي هديه ثمينه، انا مش هلاقي حد يستحقها. هتكعبل وهاجرح لكن هقوم واقول لا، انفض عنك غبار الاساءه دي، واعرف ان انت في ناس قاعده مستنياك بتقول لك قوم، والنبي عشان خاطري قوم، والنبي ما تعرفش الناس دي فين. فاجتهد ان انت تقوم عشانهم، مش بس عشان نفسك. وانك تسمح لنفسك بانك تحاوط نورك ده وتحطه في المكان الصح مع الناس الصح. يعني هو ده كمان بقى دورنا احنا، انه احنا ما نشتتش النور ده في حتت، يعني ما ننورش على حتت ما يصحش ان احنا ننور عليها. بالظبط يعني بالظبط. نور. وعلى فكره انا في حاجه جات لي حالا، يعني انت مع تكرارك لعطاء النور هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي لما بتبصي على الناس وتشوفيهم بتشوفي الضعف. بتشوفي الضعف، ما بتشوفيش القوه والعلو لا لا لا، انت بقيتي اوتوماتيكلي كونكتد للنواقص، بقيتي كونكتد لحالات الضعف اللي عندهم، مش هتشوف فيهم غير ضعفهم، فتبقي طول الوقت في حاله حنوه عليهم. بس دي مرحله ثانيه، يعني مرحله كده، يعني مش هتشوفي من العتريس غير الطفل اللي كنا بنشوف فلاش باك ليه في الفيلم العظيم. مش هتشوفي الطاغيه ده زي ما فؤاد كانت شايفاه بالظبط. اللي هو عارفاه في لير اعمق واصدق. بالظبط. هو بقى قدر يخدع نفسه ويخدع الاخرين باللير الكبير الخارجي ده، الاطار الخارجي بتاع القسوه والقوه والعزه، لا هي شايفاه في اصله، في حقيقته، قد ايه محتاج كلمه رضا منها مع كل الهيلمان ده. فانت هتلاقي نفسك من غير ما تاخدي بالك مع مرور الوقت بتشوفي في الناس، يعني صوته ممكن يكون خشن وانت سامعه صوت الطفل. صحيح. فتبتسمي بدل ما تطبطبي عليه كده لان شايفه الطفل. بس ده بيحصل بعد فتره كبيره يعني. صح. كنت بتكلم مع يوسف في حكايه الحب، كنا بنتكلم هو الحب محتاج ايه، فبقول له ما تقدرش تقول ان في حد بيحب حد غير لما يبقى فيه اركان اساسيه كده، منها انك تعرف الشخص. والمعرفة دي مش معرفة انه ايه هوايته ولا هو بيحب ايه ولا بابا مين ومامته مين، مش بس ده جزء من المعرفة او ده طبقة ما من المعرفة. والحب ده درجات بقى، طبقات كده، انك انت تعرف الابعد. عشان كده تلاقي حد يقولك انا عارفه من جوه. انا عارف، الكلمه دي عارفه نور. اللي هو زي ما انت بتقول ممكن يعمل افعال ما بس هو عارف الكور بتاعه، الجوهر من جوه. او لو قفشت ده خلاص مهما حصل من افعال، الناس شايفه الخارج وانت قافشه في الكور زي ما انت قلت التعبير ده. بالظبط. وشغال عليه طول الوقت، ولو حصل احتياج للكور ده انت بتنميه وخلاص. عشان كده انا اللي قال لي انا كنت شايف الكور، فما يعني حتى ابتسمت قلت يا التعبير لاذع، بس اكيد السبب اللي وراه اكثر حده منه. صحيح. ميرفت بتقول ايه رأيكم في تربية الطفل الولد بمبدأ اللي يضربك اضربه؟ يا خبر دي قصة أزلية يا ميرفت، لأنه عليها خلاف وجدل كبير جدا في الوقت الحالي. كان زمان محسوم، دلوقتي أنا نفسي يعني بتلخبط. يعني السؤال فعلا رغم يبدو بسيط لكن هو مهم جدا حقيقي. حداكوا في أمريكا بتقولوا ايه؟ حداكوا في أمريكا بتقولوا ايه؟ لا أولا المدارس بتتدخل لأنه طبعا في مؤسسات بتقوم بواجبها. فلو حصل اولا الاعتداء البدني ده شيء مرحله اخيره، يعني هنا لما تلاقي عراك او بتاع، يا اما تلاقي رصاص اتضرب، يا اما تلاقي ناس بتزعق لبعض وكل واحد خايف يضرب الضربه الاولى، لانه بيضرب الضربه الاولى هو اللي بيتسجن في الخناقات. يعني لو ضرب الضربه الاولى خلاص هو كده الحق ركبه. فالاعتداء الجسدي في المدارس مثلا، لا الاداره بتتدخل وتجيب الطفلين ويقعدوا يتكلموا وتقول له اعتذر له، وانت قبلت الاعتذار، لو ما قبلتش الاعتذار طب يعمل ايه عشان تقبل اعتذاره. فما بيحصلش اللي يضربك اضربه. انا ما اعرفش، انا للاسف انا بقى عندنا عنف متفشي في مصر، بقى في حالات عنف كتير
فانا ما اعرفش لو انا في مصر هقول لابني الحقيقه، ما اعرفش. انا هحاول اتواصل مع اولياء الامور، مع ابوه او امه، ونقعد نتكلم والى اخره. بس ما برضو ابوه وامه قايلين له خد بالك ما تخليش حد يركب عليك، انت اضرب. ما لأن اعرفش ايه هي اللي ممكن مدارس يحصل. في التربية، هي مدارس في بالظبط. فانا ما اعرفش، بالعكس يعني انا ادفع بالتي هي احسن. مهم. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، يعني ادفع بالتي هي احسن. بس هل هدفع قد ايه بقى؟ ما انا خلاص، ما هو الجانب الثاني بقى صلب لدرجه ان على ما يفهم ان انا بدفع بالتي هي احسن اكون انا استهلكت عمري مثلا. صحيح، فانا ما صحيح. اعرفش، يعني سؤال صعب حقيقي، سؤال صعب. هو سؤال صعب. والله يا ميرفت، احنا ممكن يعني بجد نعمل حلقة عن الحكاية دي، على فكرة العنف وبما فيها العنف السلبي كمان، يعني مهم. العلاقات. اللي هو الباسيف اجريسيف ده. وطبعا طبعا. أم، بس احنا بما اننا بنتكلم عن اللطف، فخلينا مش علاقين في اللطف شوية، والنبي ده نتكلم عن جميل. العنف. ايوه لانه فعلا الكلمة اللطيفة اللي ما بتكلفش حاجة هي ممكن تبقى مفتاح لكل حاجة. حقيقي حقيقي. أم، احنا بقالنا ساعة ونص. معقول. واو. اه و... ودي إشارة عظيمة جدا. أتمنى إنه الناس يعني مم. مش يا رب زي كل الناس اتبسطت يا رب. آه مين بتقول؟ بابا كان دايما بيقول لي عاملي الناس بتربيتك، الله. مش مش بأسلوبهم. ده ردا على مم. ميرفت. فصحيح، يعني ربنا مم. يثبتنا إنه نبقى نفسنا، يا رب. ونبقى بنطلع أحسن ما فينا، وبالتالي يا رب نكون سبب. وأي حد بيعمل حاجة لطيفة يبقى بيكب على اللي قصاده، بالظبط. ويطلع أحسن ما فيه. آمين يا رب. يا رب يا رب يا رب. جيمي، أنا أخدت من وقتك، بس كالعادة لا كالعادة خالص والله، لا بالعكس، انا مبسوط جدا جدا. أمتعتنا ربنا يخليك يا رب. وبشكل شخصي يعني أنت عارف طبعا، مش محتاجة إن أنا أقول ربنا لك يخليك يعني. يا امور. ربنا يخليك. الكلام معاك بيملى. يسعد قلبك يا رب ويزيدك نور يا رب يا رب. ربنا يخليك يا جيمي، ويديك الصحة ويسعد قلبك. مم. وتعالى بقى مصر إن شاء الله. انت عارفه بقى، انت بتقولي كده والله انا من فتره اكتشفت ان عندي حنين للكلام اللي كنا بنقوله. كلام لما كانت الناس تقعد مع بعض وهتمشي تقول تقعدوا بالعافيه، تقعدوا آه بالعافيه. الله يعافيك. يا الله على جمال. فيا رب لكل الناس اللي سمعت وكل الناس اللي شافت تقعدوا بالعافيه. حلو جدا، و حلو جدا. حقيقه حقيقه يصبحكم بالخير. لا كان في كلام صحيح، جميل. صحيح. طيب يعني ده أحلى ختام. تقعد اه. بالعافية يا رب، تقعدي وكل بالعافيه يا اللي معانا امول. يقعدوا بالعافية. يا وربنا رب يعافينا جميعا، ويسعدنا جميعا، ويرضينا جميعا يا رب. يا رب و... يا رب. وإن شاء والف الله. شكر يا اموله، الف شكر أنا على اللي اللقاء. شكرا 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 ليك، وإن حقيقه. شاء الله هنعمل لايف قريب جدا 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 تاني ان بإذن شاء الله. الله. إن ان شاء شاء الله. الله. ويا ريت الناس تبعت لنا إيه الموضوعات اللي يحبوا إن إحنا نتكلم فيها أكتر، ويحبوا يعني يسألوا جيمي فيها أكتر. والناس بدأت مهم. دلوقتي تقول لك جيمي جيمي جيمي. طب أوكي حلو جدا، عظيم. عظيم أنا عظيم. خايفة الناس تنسى اسمك الأساسي. ايوه ايوه. جمال ايوه. ثابت عامر. شكرا. ربنا ونتقابل يخليك يا امول. على خير انا يا جيمي. رغد مراتي بتقول لي الشمي بدل جيمي، فهي في جيمي وفي ده الشمي الدلع، وفي أيوه، السمي. عشان ما اه تبقاش زي أي حد. بالظبط بالظبط. الف شكر يا شكرا. امول. ربنا يخليك يا جيمي، نشوفك على خير بإذن الله. ربنا باي باي. يخليك. شكرا جزيلا. باي شكرا باي. لكم جميعا.